سابنا أو شغل فقدته أو مرض دخل حياتك فجأة. كل واحد وليه ابتلاءاته. أصعب حاجة في الدنيا هو إنك تتحكم في مشاعرك. على فكرة الغضب بيزود الطين بلة، بيخليك ناقم، لكن في نفس الوقت مفيش مانع من الانهيار. مش لازم دايما تكون جامد، مش لازم دايما تكون قوي تبين ان ما عندكش مشاكل. عيط، عيط شوية، عيط لو محتاج. العياط مش ضعف، العياط شفاء وبيطلع سموم كتير من جسمك، ودي حكمة ربنا. افتكر دايما ان الحياة هشة وأقصر بكتير مما نتخيل. ممكن ما يبقاش فيه بكرة، فعشان كده حاول تستمتع قوي بالنهاردة. قدر اللحظات الهادية والوقت الرايق، وما تضيعش عمرك كله في الحزن والهم. استغل في الوقت الصعب ده انك تعمل حاجة تبسطك او حتى تقربك من هدفك، حتى لو حاجة بسيطة. كل الناس بتفشل. اول ما تستوعب الفكرة دي هتهدى كتير. انك تحاول وتفشل اشرف مليون مرة من انك ما تحاولش. انت عندك القدرة انك تسعد نفسك. الناس بتتغير والمشاعر بتتغير والظروف بتتغير ومحدش بيستنى حد. الدنيا ما بتستناش حد. وعلى فكرة الابتسامة مش بفلوس. شايفين؟ شايفين الابتسامة حلوة ازاي؟ والرضا لا يقدر بثمن. والسعادة الحقيقية بجد بتيجي من جواك، مش من حاجة بتجيبها. افصل مشاعرك عن مشاكلك. انت اكبر من مشاكلك. انت الوحيد اللي تقدر تحلها، وانت الوحيد اللي تقدر تغير احساسك اتجاهها. ما تديش حاجة اكبر من حجمها. ما تخليش سحابة سودة صغيرة تغطي السما كلها. كل اللي بيحصل حواليك من مشاكل دي دروس، مواقف، حاجات هتطورك. خصوصا لو الحاجات دي ضدك وخسرت شغل، لو علاقة ما كملتش، ده مش نهاية العالم. ده معناه ان في حاجة احلى مستنياك.